ازيك يا ابوي؟ اهلا يا علي يا ولدي، مبروك التخرج من الكليه. بقيت مهندس قد الدنيا. الحمد لله، الفضل كله يرجع لربنا ثم تعبك معايا يا ابوي. رفعت راسي وسط اهل البلاد كلها يا علي، وانا اقول لك يا باشمهندس علي. امال فين امي يا ابوي؟ مش سامع لي احس يعني. عمك من ساعه ما سمتك انك تخرجت مستنياك بفارغ الصبر يا علي يا ولدي. ربنا يخليكم ليا يا ابوي انت وامي، وما يحرمنيش منكم، ده انتوا سندي في الدنيا. طبعا يا ولدي بدل تخرجت عايزين نفرح بيك عشان تبقى الفرحه فرحتين. جد يا ابوي؟ بجد يا ولدي. بصراحة يا ابوي انا كنت عايز افاتحك الموضوع ده فيه من بدري، بس بصراحة كنت مكسوف منك. من طول ما عاوز تفتح معاي الكلام ده يبقى عينك على واحده. لا تحب من ورايا يا علي. الصراحة يا ابوي انا معجب ببنت حسن الطابي. ومال يا ولدي، ده راجل محترم وينفع نسب عالي العال. بس في مشكلة يا ابوي. وهي المشكلة يا ولدي ربك ما يجيبها. بس حسان الطوبجي ده على قد ما كويس وبتاع ربنا، انا سمعت انه طلباته كتير وما بتخلاش. وماله اللي عايزه كله نجيبه له. من فين يا ابوي؟ ما انت عارف ان احنا ناس غلابة. عشان خاطرك يا علي يا ولدي، لو طلب جلابيتي حدها له. ربنا يخليك لي يا ابوي. وانت ربنا يبارك لي فيك يا ولدي. طول عمرك مرجعنا ورا وموطي رقابنا. ايه اللي حصل ده كله يا ابوي؟ ياد مش عارف تقبى زيه خالص. انت قصدك على مين يا ابوي؟ انا مش فاهم حاجه. واد عمك اتخرج من الكليه وبقى مهندس، وانت قاعد لي بالاعداديه اخر صبري. ما يتخرج والله يغور، ده حته عيل بخاف يمشي لوحده ده. وانت محروق ليه قوي كده؟ وانا اتحرق ليه؟ انت اللي عمال تنفخ فيه، ما يكونش هو حرر مصر. قصروا. واد عمك تخرج من الكليه تروح تبارك له. ابارك لمين يا ابوي؟ انا ما ريحش الحال. انا قلت لك تروح ورجلك فوق رقبتك تبارك لواد عمك. انت ليه دايما يا ابوي بتكسرني وبتصغرني قدام الناس؟ هو عشان انا بقول لك روح بارك لواد عمك بكده بصغرك. بس اقول ايه عاد؟ كتر ما قاعد مع امك علمتك الخيابه. خلاص يا ابوي انا هروح ابارك له، وربنا يخليك ليا تصغرني وتقل مني قدام الناس. عيل خايب. ازيك يا ولد عمي، عامل ايه؟ انا بخير الحمد لله يا عبد العال. كده ما تسالش عليا وانا في الجامعه. الجامعه؟ ايه هتعمل لك الجامعه؟ وبعد بخدت الشهاده هتعمل بيها ايه؟ عارف انا مش مستغرب ولا طول عمري استغرب من اللي بتقوله. ما انا عارفك يا ولد عمي، طول عمرك طماع والغيره كتلع. انت عارف فتره الجامعه دي كلها انت ما عملتش غير حاجه واحده بس، انك ضيعت في وقتك. مش كان زمانك لو دخلتش الجامعه دي كان زمانك قضي لك مصلحه. انا من صغري وحلم الشهاده يا عبعال، وانت من صغرك وهمك كله على الفلوس. بس اللي انت ما فهمتوش الفلوس مش كل حاجه يا ولد عمي. هتفضل طول عمرك غبي وغاوي فقر وتجري ورا شهايد واوراق ملهاش لازمه. العلم بقى ملوش لازمه؟ شهاده الهندسه اللي معايا ملهاش لازمه؟ امال شهاده الاعداديه اللي معاك دي اللي ليها لازمه؟ ما بلاش كتر كلام عاد، واحنا فيها وهنشوف انت هتعمل ايه بشهادتك. وباي من غير سلام. مالك يا عاد؟ لابسك جن دمه خفيف ولا ايه؟ بضحك على ابن اللعيبه اللي اسمه علي. ماله سي زفت؟ وقع واقف ابن المحظوظه، خد واحده حل من على حبل المشنقه. لا هو صنايعي، تلاقيه وقع له على واحده مريشه فلوس وارثه يعني. يا عم اسكت، فلوسيه بقى بزمتك حسان الطبجي معاه فلوس. مين؟ بتحسن الطبجي؟
يعني هو راح تقدم بيت حسن الطبقي؟ ايوه اعمل نفسك مش عارف يا، يعني بذمتك واحد هيقرا فاتحه وولد عمه ما يسمعش؟ انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا بشار؟ وانت مالك اتحمقت كده ليه؟ دي البلد كلها عارفه. وي ماله ده؟ شكله يتجنن الواد. تعال يا علي عايزك سنتين تعال. خير يا حاج. شوف يا ولدي، كنت مشارك كم بهيمة عند ناس وبحتهم، وأمك كمان كانت معاه شوية ذهبات وبعتهم، وأنا كنت شايل لي شوية فلوس للزنقة، وكل الفلوس يا ولدي 600,000 جنيه. وليه عملت كده يا ابوي؟ ما كل حاجه تاجي براحتها، واللي ما جاش النهارده يجي بكره. تقول الكلام ده يا ولدي لو أبوك مات؟ بعد الشر عليك يا ابوي. طيب خد هنا، ليه أنت مش هترجعهم ياك؟ دول اعتبرهم فلوس سلف. ربنا يقدرني يا ابوي واعوضكم عن ربع اللي بتعملوه معاي. يعوضنا؟ ده أنت عوضنا في الدنيا يا علي. قوم بينا بلاش كلام، هنروح ندفع فلوس الأرض. الله يا ابوي. يا بوي يا بوي، ايه يا فياد جاي مسروع ليه؟ داخل عليا بسرعة الريح ليه كده يا واد؟ ود اخوك بيلعب معايا يا بوي، ود اخوك مصمم يبقى شوكه في زوري. ليه؟ هو عمل ايه ده كله؟ علي راح تقدم لبيت حسن الطبقي وقرا فاتحه كمان. هو يخصك فيه ايه اصلا؟ بيت الطبقي تخصني يا ابوي. وده من امتى يا عبد العال؟ من زمان، من زمان قوي كمان. ما قلت ليش بدري ليه على الموضوع ده؟ ما كانش ينفع في الاول يا ابوي. دلوقتي بقي ينفع لما واد عمك تقدم لها. انت لو ما شلش الكلام دياتي من دماغك انا ليه تصرف تاني معك. يمين ثلاثة علي لو ما بعدش عن بنت حسان القلب رايدها لكون دافنه حي. هشوف كلامك ولا كلامي يمشي يا عبد العال يا ابو قلب خصايه. يا غلس حلو صح؟ غلس حلو. عايز ايه يا عبد العال؟ اسمع الكلمتين دول نحطهم حلقة في ودنك يا علي. انت مهما تحاول تعلي علي مش هتعرف، عشان كل واحد عارف تمامه. ولو فاكر قراية فاتحك من بيت حسان الطبقي كده هتكسرني، لا انسى. عمرها ما هتعدي، وبيت حسان من نصيب انا. انت شكلك اتجننت يا عبد العال. ايوه مجنون، لو ما بعدتش عن طريق بنت حسان لهقتلك ومش هاخد فيك ساعة. ما مجنون عاد. انا عاذرك، اثر الصدمة مش مخليك مستوعب بتقول ايه. بس فوق يا عبد العال، بنت حسان بتحبني انا ومحدش هياخدها غير. يبقى انت اللي ابتديت يا علي. مالك يا عم انت امال سرحان فيه؟ انا مخي ذهب ولم يعد. ليه كده بس؟ ما قلت لك بطل الحشيش يا بشار. يا عم الحشيش اهون علي من عمايل علي وابوه. عمل ايه ابن المحروق ده؟ طول عمره بيدعي الفقر وراح يشتري له قراطين ارض 200,000 جنيه. ايه بتقول انت؟ والله زي ما بقول لك كده. ارض مين دي؟ ارض رمضان البرانيه. حلاوتك يا عمو. مالك يا علي يا ولدي؟ في حاجة مزعلاك؟ وبعدين في عبد العال ولد عمي، كل شوية والتانية ناطط لي. سيبك من ده بيقول شكل مع الدبان وشه. بس انا مش هسكت له من هنا ورايح، ده اتجنن وعايز نفلت بنت حسان الطبقي. سيبك مني يا ولدي، اللي انا بتكره اللي احسن منها.
البيت الجديد فرح علي على بنت حسان الطبجي بكره. ايه ده انا كنت دافن روحي بالحياه لو ده حصل. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه من دي هتحصل. ايوه مين جاي؟ ايه يا عبد العال؟ ايه في؟ جاي ابارك لك يا